ازيكم يا معلمين. هنتكلم النهاردة بطريقة كول. هنعمل زي الجماعة دول بتوع المهرجانات. اوه. هنتكلم من الآخر لغة شوارعية. الأجانب برضو بيتكلموا بالطريقة اللي انتوا لسه شايفينها من شوية دي. يلا نشوفهم بيقولوا ايه. لما نكون 5 6 واقفين مع بعض كده، واحد فينا يقول we are tight، يعني we are very close friends، أو احنا أصحاب قوي، احنا عشرة، أولاد بلد. أو لما واحد يوصفك لواحد تاني يقول له he is my ride or die، يعني he's a loyal best friend who's always there، يعني ده صاحبي الجدع اللي بيشيل معايا أي حكاية. ده بالنسبة للصحاب. نتكلم بقى في الرومانسيكية. لو معجب بحد تقول له ايه بالانجليزي من غير ما تبان تقيل؟ I got a crush on her. ده كده يعتبر معجب بيها. They are so cute together، يعني اللي يرتقى على اشكالها. لما اكون قاعد مع واحده كده وجي وقت الحساب، تروح انت تختفي، وهي تقول ايه لصاحبتها he ghosted me، انا هو عشان معهوش فلوس. ولما تيجي تقول معيش فلوس بس بطريقه حلوه عشان تبان كول، تقول ايه I'm broke، يعني انا مفلس. لما تروح تجيب الشيبسي مكتوب عليه 3 جنيه. والراجل يقول لك ده ب5، تقول له that's a rip off، يعني ده نصب يا معلم. وتقول لصاحبك الراجل ده شكله making a bank، يعني بيكسب كويس. اه. وبعد يوم طويل من الشغل حد يسألك مالك شكلك تعبان، انت تيجي ترد عليه تقول له I'm beat، يعني انا مهدود. عايز تطلع بعد كده تصيع مع صحابك تقول لهم ايه let's bounce، يعني يلا نخلع ويلا نهاجر. لو حد خبط فيك وعايز تقول له ما حصلش حاجة، هتقول له no biggie، يعني بسيطة مش كبيرة. دول كانوا شوية كلمات بنستخدمهم في أيامنا العادية. قولوا لي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتستخدموها فيهم. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة. سلام يا يا معلمين. استمعوني.